السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من جديد إن شاء الله، حاجة في قناتكم يوميات غاوي بادجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في معلومة إن شاء الله أتمنى تكون مهمة أوي. وأنت شغال يا جماعة، وأنت بتنتج وأنت بتفرخ، يبقى عندك هدف في الفرخ. يبقى عندك هدف في الفرخ. يعني إيه يا مصطفى؟ يعني أنا لما أجي أفرخ وأركز إن أنا هفرخ بفضل الله باب معين أو طفرة معينة، أركز دايما بفضل الله هو أنا عايز أوصل لإيه. يعني هل الطفرة دي أنا هلعب على لون مثلا زي فكرة الرينبو اللي أنا بعشقه طبعا؟ هل انا يعني الهدف بتاعي والفكره بتاعتي او التارجت اللي انا عايز احققه والتراك اللي انا عايز امشي فيه ان شاء الله اوصل لهدف حلو ان شاء الله؟ هل انا ببص لفكره لون زي الطفره اللونيه؟ هل ببص لفكره ريش زي طائر الهوجو او الهجرومه او الفوريال زي ما بيتقال عليه عندنا في مصر؟ طيب يبقى انا دايما اسعى الفكره بتاعتي احاول اوصل لها، وكل موسم ابدا اوصل للفكره بشكل ملحوظ. يعني بفضل الله دولت بقى بفضل الله. بصوا يا جماعه، من ضمن الحاجات بفضل الله اللهم لك الف حمد وشكر يعني على نعمتك يا رب. بصوا يا جماعه، على قوه الا بالله، الزوج اللي على اليمين ده، الزوج اللي على اليمين دوت بفضل الله، الزوج ده ولاد الزوج ده. يعني الزوج دوت بفضل الله ولاد الزوج ده. حتى هتلاحظوا بقى بفضل الله، يعني انتوا هتلاحظوا حتى ان شاء الله دوت اول شغل. بص حجمهم هتلاقيهم شويه اقل من الاهالي. بصوا حجمهم شويه هتلاقيهم اقل من الاهالي. يعني بصوا يا جماعه ركزوا، بص الاب بيبص لابنه ازاي. بص ما شاء الله هتلاقي حجم الجزء الكبير بفضل الله اكبر من ولادهم. ما علينا. بص بفضل الله هتلاقي الالوان تقريبا بفضل الله حلوه واحده كده ما شاء الله. طبعا مش معنى كده ان الزوج ده بيطلع كل الالوان دي بس، لا، اصل ده رينبو وده تركيبه عشان برضك ما حدش يختلط عليه الامر يقول لك خلاص يبقى انا هجيب زوج زي ده هيطلع لي طول الوقت الالوان دي. لا، ما هو الرينبو معروف ان هو تركيبه وبيجيب جميع المستويات وجميع الالوان، القوي والضعيف والمتوسط والممتاز والسوبر. يعني الوان جميله وضعيفه، كله خير، هو كله خير وكله حلو. بس انت كهاوي النهارده بيبقى ليك فكره وليك هدف عايز تحققه في درجات الالوان. يعني انا بفضل الله الزوج بفضل الله اللي هم الاهالي، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، فرخت منهم في الموسم اللي فات بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله فرخت منهم الوان كتيره، وما شاء الله فرخت عدد اللهم لك الحمد يعني ما شاء الله، يعني عدد ما شاء الله مرضي جدا بفضل الله. بس في وسط الزحمه ما نسيتش نفسي. يعني ايه كهاوي بقى واللمحه بتاعت هاوي وحب التملك اللي عند كل هاوي وحب الاقتناء اللي عند كل هاوي. قلت لا، ما انا مش هفضل ابيع في الانتاج وبعد كده لما الذكر لا قدر الله يحصل له حاجه او الانثى تحصل لها حاجه يبقى انا فقدت الباب ده او فقدت اللون ده او فقدت الدم ده زي ما بيقولوا. لا، انا اخلي ما شاء الله ولادهم. يبقى رحت انا عامل ايه بقى؟ رحت انا مخلي ذكر وانتايه، مخلي ذكر وانتايه. ذكر وانتايه دولت ولادهم يا جماعه. بصوا ما شاء الله درجات اللون. بص الذكر الاب ما شاء الله وشه باين عليه ازاي اللي هو الكبير ما شاء الله ومنتج. وابنه بص لسه عينه هتبتدي الحلقه تضيق ولسه الكيره هتبتدي تزرق عن كده، لسه باين اللي هو لسه بكر. بصوا هتعرفوا الكلام ده كمان منين؟ من الرجل. بص الذكر الكبير ابوه رجله زرقاء سودة غامقه. بصوا اللي لسه اول شغل رجله فاتحه، فاتحه فيها دمويه وتحس الدم بيبك فيها لسه. لكن بصوا التاني عشان انت جوه الام تحس الرجول غامقه. فطبعا دي علامات كلها انتوا بفضل اكيد عارفينها، واحنا برضك بنحاول نذكر بعض. فيبقى انت النهارده في وسط الفرخ، في وسط المعمعه بتاعه الفرخ، مش كله بيع بيع بيع. ماشي ربنا كرمك وجالك كذا طريقه في البيع كويسه او كذا بيعه كويسه، مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله. ما هو انت كده كده لازم تبيع ولازم الزيادات بتاعتك تبيعها، وكده كده هتبيع عشان تكفي مزرعتك، انك تجيب اكل وفيتامينات وعلاجات وادويه ومش عارف ايه. انت كل ده محتاج فلوس. في الظروف اللي احنا فيها دي برضك مفيش حد محتاج ان هو يصرف فلوس كتير على هوايته، عشان كل واحد بيبقى عنده التزامات اولويات فهكذا. فاحنا مش عايزين الهوايه تبقى مصدر ازعاج، لا ده احنا عايزينها مصدر سعاده. تبقى مصدر سعاده يبقى هي تصرف على نفسها، هي الواجب بفضل الله هتكسب منها. وده خده من اخوك مصطفى يقينا بفضل الله. طول ما انت تحب طيورك هتكسب منها، مفيش مشكله خالص. العائد المادي ده كده كده جاي، لكن انت المقام الاول انت هاوي وحابب طول الوقت، بتحب تصرف، بتحب تجدد، بتحب تشوف طيور مميزه جديده. فده اللي انا بتكلم فيه النهارده. انا في وسط الهيصه ما نسيتش نفسي بفضل الله. عملت ايه بقى؟ خليت جزء اللي هو انتوا شايفينه بفضل الله في جزء تاني. يعني انا بعت بفضل الله اللي بعته، وبفضل الله بعت نفس المستوى بتاع عيالهم، وبعت ما شاء الله مستويات اقوى من كده. بس خليت نفسي زوجين واديت لحبايبي واصحابي واصدقائي، منهم اخويا حبيبي 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 اللي دايما بتشرف بيه الباشمهندس احمد، اخويا حبيبي ابعت له السلام والتحيه، واخويا حبيبي استاذ تامر اديت لهم من نفس الدم ده بفضل الله اللهم لك الحمد. وانا خليت نفسي زوجين. فعايز اقول لك اللهم لك الحمد. دايما يبقى عندك قلنا هدف، ودايما يبقى عندك فكره انت شغال بيها. ما تبقاش حاول انك تبقى شغال كده يعني عشوائي، لا، حاول دايما عندك في المزرعه، او ان شاء الله حتى لو بتربي يعني زوجين، ما هي تعتبر مزرعه. خد بالك لو بتربي 3 ازواج، لان طول ما انت عندك بفضل دوره انتاجيه وعندك فرخ
وعندك بفضل الله انتاج، يبقى انت كده بفضل الله ميني مزرعه. هسميها يا سيدي ميني مزرعه، مش هنقول مزرعه عشان ما حدش يزعل مننا الناس اللي عندها المزارع، بس هي الفكره جميله والفكره ممتعه. حدد هدفك زي ما قلنا، اعرف الهدف بتاعك وامشي ونور لنفسك ووسع نفسك طريق. ما تبقاش الفكره ان انا عمال انتج عدد. يا مصطفى ما شاء الله بص العدد، ما مش بالعدد، ما يا جماعه عمرها ما كانت بالكم، هي طول عمرها بالكيف. حتى الحياه اللي احنا بنعيشها ما هي طول عمرها اي حاجه انت بتيجي تقتنيها بتبقى بالكيف. يعني موبايل انت دايما بتسعى تجيب موبايل كويس، هتقول لي ما كلها بتقول الو يا مصطفى، وانا معاك، بس كل واحد ظروفه بتحكمه وطبيعه شغله بتحكمه ان هو يجيب تليفون بمواصفات معينه، في فئه معينه، في رينج معين. في حد استخدامه للتليفون اساسي في الحياه، شغله اكل عيشه وحياته ودنيته بتبقى هو التليفون، فده تلاقيه دايما ما بيجيبش تليفون عادي، ده دايما بيجيب تليفون هو عارف المواصفات اللي هو يشتريها، رامات قد ايه، مساحه داخليه قد ايه، بيركز الريزوليوشن بتاع الشاشه عامل ازاي، بيركز في حاجات انت مش هتاخد بالك منها. لكن هو مثلا حد تاني بيجيب تليفون وخلاص يلا سلام، اللي هو يقولوا فيه الو خلاص ويقعد على الفيس او يبعت لحد رساله على الواتس، مش هيشغله التفاصيل دي. فانا بكلمك في تفاصيل هاوي بقى النهارده، بكلمك في تفاصيل احترافيه النهارده. لما تيجي تشتغل وتيجي تفرخ، ما تفرخش وخلاص وتقول انا هفضل ابيع وافضل مركز ان انا جوز خد بعضه والنتائج اتجوزت والذكر اتجوز وخلاص هم بينتجوا. لا، مفيش حاجه اسمها كده في عالم الاحتراف وعالم المتعه بتاع العصفور الريمبو اللي احنا شايفينه ده. لا، في حاجه اسمها انتقاء، انا بتنحى عن حاجه وبنتخب حاجه، ولو الانتاج او التركيبه اللي انا جوزتها اتذكر مع النتائج حسيت مفيش مردود، يعني مش اللي انا كنت متخيله بعد عش واثنين وثلاثه، خدوا بالكم برضك الموضوع بيجي يعني بعد صبر ومعاناه، ما بيجيش بالساهل. الالوان ما بتجيش بالساهل كده زي ما انت متخيل، ان انت تحط جوز هيفضلوا يجيبوا لك الالوان اللي انت عايزها ويفضلوا كده مطبعه. هي مش مكنه ولا هي آلة طبع، لا كله بيجي بالصبر. فده اللي بتكلم فيه. جوزت جوز ما جاش معاك الانتاج من اول عش ولا من تاني عش ولا من تالت عش، اغير، اخلف نتاع على ذكر تاني، اخلف الذكر عن تايه تانيه، واشوف الالوان واشوف نتيجه التغيير ده يحصل ايه. عشان في ناس للاسف نمطيه في الهوايه، هو مجرد ما الذكر بياخد النتاع عنده في المكان او في المزرعه، ومجرد ما بينتجوا وصحتهم حلوه يفضل بقى يفرخ منهم وخلاص. مع العلم ان هو لو بص في العين اللي جنبه او بص في السلاكه اللي جنبه وبص على جيرانهم، هتلاقي كل القصه كانت كسل منه، لان هو مجرد لو نقل الذكر ده على النتايه دي او العكس هيبص يلاقي الوان ما شاء الله ضربت. يعني ايه الوان ضربت؟ هتبص تلاقي ما شاء الله الجينات ركبت، الجينات نفسها ركبت بتاعت الالوان، وكانت محتاجه التركايه بس دي اللي هي منه هو الصبر والعين واللمحه بتاعته. فالنهارده يا جماعه شوف هدفك، شوف انت متارجت ايه معين تعمله كل موسم بفضل الله، وهل وصلت له ولا لا. ولو ما وصلتوش ما تزعلش وما تيأسش وما تحبطش، لكل مجتهد نصيب. طول ما انت بتجتهد وطول ما انت بتسعى ان انت توصل دايما لمستوى قوي هتوصل بفضل الله. صدقني والله العظيم، يعني ما فيش حد من الناس اللي انت بتشوفها المشاهير بتاعه الهوايه، مجال هوايه، هو طلع لنفسه كده خالص خالص. كله ربى عصفورتين استرالي، وواحده واحده ابتدى يسعى، ابتدى يطور، ابتدى يشوف الطفرات ايه، الدنيا ماشيه ازاي، وهكذا. فاي طفره بتربيها، انا ما بتكلمش على فكره النهارده بخصوص الريمبو او القوس قزح بس، لا انا بكلمك في اي طفره. انتقي فيها، انتقي ورق نفسك فيها كده، وحاول تفرخ اجمل ما فيها. دايما يا جماعه العين بتحب تشوف الاجمل فالاجمل. فمش عايز اطول اكتر من كده عشان الاب غيران جدا جدا على الام من الابن زي ما انتم شايفين بعيدها واقف بصدره، سبحان الملك بقى، دي غريزه مع انه ابن، بس هو غيران على مراته من ابنه. بص واقف كده متحفز، واقف بص واقف زي الراجل بالظبط الفتوه، اللي هو ما تقربش من الجزئيه ده او المنطقه دي خطر، ما تعديش الخط ده. فنتمنى جميع التوفيق، نتمنى جميع الخير. ما تنسوش الهوايه نوايا، ما تنسوش لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن. ما تنسوش اخوكم مصطفى، لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك الموضوع بالهوايه، وما تنساش اللايك الجميل، ولو ما عجبكش المحتوى شيل اللايك بتاعك تاني في الزعلان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.